الفنان عمرو دياب، يعني هنقول من يعجبك من المطربين الشباب اللي بيغنوا ويتنافسوا مع عمرو دياب؟ والله أنا بسمعهم كلهم أصدقائي، ويمكن في الفترة الأخيرة خالص، يمكن امبارح بس قابلت خالد اللي هو بتاع أغنية دي الجزائري. ده من الناس اللي أنا بحترمهم جدا، لأنه وصل الأغنية العربية للعالمية. يمكن احنا مش فاهمين الكلام اللي بيقوله، بس لأن هو كلام يعني أعتقد مش عربي. لا هو عربي، هو جزائري. اللهجة سواحلي جزائري اللي هو بتاع بلادهم يعني. بس كون ان هو عربي ويتحدث العربية بطلاقة، ده شيء يعني ادانا حافز، واداني انا واحد من الناس نفسي اوصل للمرحلة ان انا اوصل للاغنية المصرية العربية للعالمية برضه بلغتنا العربية. فده من الناس اللي انا بحترمهم جدا. كل جيلي انا بسمعه وبقدره جدا، بقدر كل واحد بيعمل عمل جيد. لكن عايز اقول يعني انا نفسي بتساءل، يعني ايه اللي خلى الاغنيه يعني تنجح هذا النجاح الرهيب ده؟ يعني اغنيه دي ما هو انت ما تساليش ايه اللي خلاها، لان انا ما بسمعها برضه بحبها، وانت لو سمعتيها هتحبيها. ده فن، ده موسيقى بقى، ده علم الموسيقى والشكل والطريقه والتنفيذ، وفيها ايه حاجه جميله وصلتنا كده. وبعدين يعني اغنيه حلوه، اغنيه انا بقولها زي زمان قعدوا يقولوا لولاكي ويتخانقوا على لولاكي. اغنيه لولاكي حلوه. ايوه، مين اللي يقول عليها وحشه؟ كلماتها جميله، اللحن حلو وكلماتها جميله، واداء علي حميده كان فيها كان حلو. يعني ليه نقول عليها وحشه طالما هي حلوه والناس حبتها؟ عارفه ازاي؟ صح. ما هو الاغنيه جميله، لكن احيانا الواحد بيقف ويقول هل ده توفيق من عند ربنا ان مطرب باغنيه واحده يغزو العالم؟ هو طبعا توفيق ربنا مقدر لي كده. يعني وفي جانب تؤمن بالحظ؟ لا انا بؤمن لكل مجتهد نصيب، وربنا ادم ربنا ماشي له طريقه حسب ما ربنا عايز وحسب ما هو يجتهد. الحظ ممكن اؤمن بيه، بس يعني بحس انه برضه مكتوب. يعني ما هو اصل مش جايه لي مره واحده، يعني يا تعبت وجات لي، يا ربنا مقدرها لي عملت خير وجات لي، انما مش قاعد في بيتي كده وجالي الحظ لحد بابي. عمرها ما تحصل. ما بؤمنش بيها لا.